السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اسعد الله صباحكم او مساءكم اينما كنتم بعون الله وقدرته. اللهم لا سهل الا ما جعلته لنا سهلا، وان شئت يا مولاي جعلت لنا الصعب سهلا ان شاء الله. ان شاء الله يا شباب هنكمل ما بدأناه في المحاضرات السابقة. طبعا احنا خدنا في المحاضرة اللي فاتت الايه الهيتيرو اتوم. تمام. عرفنا كلمة هيتيرو يعني اذر كربون، اذر اتوم زان الكربون. تمام. وخدنا طبعا حاجة كده مثلا زي زي ده بسميته الفيوران المرة اللي فاتت. تمام. فعرفت دلوقتي ان انا عندي الاذر اي حاجة غير الكربون بسميها اي حاجة غير الكربون بسميها هيتيرو اتوم. تمام. خدت انا الهيتيرو اتوم المرة اللي فاتت، قلت لك التسمية بتاعتها بتنقسم لثلاث اقسام. قلت لك عندي حاجة اسمها الكومون نيم وخدناها المرة اللي فاتت والحمد لله المفروض تكون حفظتها دلوقتي. تمام ماشي. وبعد كده الحاجة التانية اللي خدتها اللي هي هتبقى ان شاء الله الايوباك نيم او بسميها هانزش فيدمان. تمام. وقلنا كلمة فيدمان، كلمة الفي دي عشان هو راجل ألماني. تمام ماشي. التسمية الأخيرة اللي هي اللي هي الريبليسمنت. تمام. يبقى أنا كده عندي 3 أسماء. أول حاجة ريبليسمنت، بعد كده عندي الأيوباك نيم، بعد كده عندي الكومون نيم. تمام. أنا خدت المرة اللي فاتت الحمد لله الكومون نيم وخلصتها، فالمفروض آخد الأيوباك نيم. تمام كده. الايباك نيم دي يا دكتور عبارة عن ان انا هعرف شوية قواعد هطبقهم، حاجات سهلة جدا 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 جدا، بس ركز وظبط معايا. تمام. قال لك يا باشا عمك هانزش فيدمان ده، عمك فيدمان ده قال لك قال لك يا باشا ان القواعد دي بتطبق على حاجتين اتنين. على حاجتين اتنين، اما يكون عندي مونو سايكليك، او اما عندي مالتي سايكليك. تمام. يعني كذا سايكل، يعني اما تكون سايكل واحده كده زي البنزين مثلا، او اما تكون مثلا سايكل اتنين مثلا بنزين ماسكه في بنزين. تمام. فبسمي ده بسميه مونو حاجه واحده، ده بسميه مثلا داي، وفي تراي، وفي مالتي يعني. تمام. قال لك لكل واحد في الاتنين دول عباره عن كل واحد فيهم عباره عن له قواعد خاصه ومش عارف تمام. فاحنا النهارده في هذه الحلقه هنبدا بمين؟ بالمونو سايكليك. المونو سايكليك. تمام. ركز بقى. قال لك يا باشا انا هاخد مثلا مثال عندي، المثال ده مثلا ده ماشي CH3. تمام كده. قال لك يا باشا بالمره اللي فاتت المثال ده يا دكتور، المثال ده كنت بسميه بالكومون نيم المفروض الدكاتره بقى اللي معانا المثال ده كنت بسميه الفا ميثايل فيوران. تمام. واحد يقول لي يا دكتور طب جبت كلمه الفا دي منين؟ قلت لك يا حبيبي ما الذر الكربونه دي اللي هي جنب الاو بسميها الفا، اللي بعدها بسميها بيتا، اللي بعدها بسميها جاما. تمام. زي ما كنا بناخد في الار سي دبل بوند او ار سي او اللي هي سي او اتش كنت بقول لك اللي جنبها كنت بسميها الفا ومش عارف تمام. ساعه ما كنا بناخد في الالكان والالكين والكلام ده. تمام كده يا باشا. تمام قوي الكلام حلو كده لغايه هنا. يبقى دي التسميه اللي انت شايفها دي، اللي انت شايف الكلام اللي قدامك ده كله، ده الاسميه الكومون نيم. تمام. تمام. انا النهارده بقى يا دكتور ما بسميش كومون نيم، بعد اذنك امسح لي الكلام ده كله، وانا ما بسميش كومون نيم. تمام. قال لك التسميه بتاعت ده بواسطه عمك، بواسطه الايوباك نيم اللي هي الفايدمان. قال لك بيسمي بقى، بيقول لك 2 عندي كده، بيقول كده انا عندي 2 ميثايل اوكزول 2 ميثايل اوكزول. طب تمام. دلوقتي يا دكتور انا كلمه اوكزول كلمه واوكسا. كلمه اوكسا دي بتدل على حاجه، واوكزول بتدل على حاجه، وكلمه اول دي بتدل على حاجه، واتنين بتدل على حاجه. يبقى انا دلوقتي عندي 3 قواعد، علشان انا عايز اعرف 3 قواعد علشان اعرف اسمي مين؟ فايدمان.
ايه بقى القواعد؟ اول حاجه القاعده ان انت لازم تكون عارف النمبرنج، يعني تعرف ترقم. تمام، ادي اول مشكله عندي. تاني مشكله يا باشا ان انت لازم تكون عارف الايه، الاوكسا، البريفكس دي، البريفكس. تمام. تاني حاجه الاول دي بسميها ايه، suffix، بسميها ايه، suffix. تمام. كلام جميل. يبقى انا دلوقتي علشان اسمي الفايد مان لازم أن يكون عندي اعرف النمبرنج، وعندي السفكس، وعندي لازم كمان اعرف ايه، البريفكس. تمام. عرفت التلاتة دول، خلاص يا باشا الف مبروك، انت كده عرفت تسمي مين، بفايد مان. تمام كده. تعالى بقى ايه، ناخد كل منها على ايه، على حده كده لوحدهم، وركز معايا واكتب ورايا الكلام اللي انا هكتبه. تمام. اول حاجه نبدا بمين؟ هنبدا بالبريفكس. تمام. البريفكس بقى دي يا دكتور، دي انا هسميها بناء على ايه؟ يعني هتبقى انديكيشن لايه؟ قال لك يا باشا دي انديكيت تو type of hetero atom. تمام، يعني نوع الهيتيرو اتوم هو اللي هيحدد لي مين، البريفكس اللي معاه. تمام. تمام. قال لك يا باشا دلوقتي لو انت عندك هيتيرو اتوم موجوده، بس خلاص كده انا عرفت إيه الهيتيرو اتوم، البريفكس بتاعت التسميه بتدل على مين، على الهيتيرو اتوم. تمام. فبنرسم الجدول الجميل ده عشان نعرف البريفكس بتاعتي. بحط هنا الهيتيرو اتوم، وعندي هنا الايه، البريفكس اللي انا هكتبها. تمام. البريفكس اللي انا ايه هكتبها. قال لك يا باشا انت عندك اما عندك اكسجين، او اما عندك سلفر، او اما عندك ايه، نيتروجين، واحده من الثلاثه دول. تمام. لو عندك الاكسجين هتكتب ايه في البريفكس؟ بكتبها اوكسا. لو عندك سلفر بكتبها ايه؟ بكتبها ثايا. طب لو عندك ايه، لو عندك نيتروجين بكتبها ايه؟ بكتبها ازا. بكتبها ازا. كلام جميل جدا يا دكتور. يبقى انا دلوقتي عندي البريفكس بيتانديكيت لمين؟ بيتانديكيت لنوع الهيتيرو اتوم اللي عندي. والله لو عندي اكسجينه هكتبها اوكسا، لو عندي سلفر هكتبها ثايا، لو عندي ايه، نيتروجينه هكتبها ازا. زي المثال اللي احنا خدناه فوق من شويه، قلت لك ايه، 2 ميثايل اوكزول، يعني كتبت كلمه اوكس. تمام. تمام. قال لك بقى قبل ما تمشي من الحته دي، معلش، قبل ما تمشي من بالسفكس دي، قال لك انا عندي ايه، انا عندي بعد اذنك كده عندي نوت، عندي ملاحظه كده لازم حضرتك ايه، تاخدها معاك كده وانت ماشي. تمام. ايه الملاحظه بقى؟ بيقول لك يا باشا ذا اندنج ايه should be omitted when succeed by a voil بار ايه، باي افويل. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك دلوقتي يا باشا ان انت الاندنج ايه، يعني انت بتكتب مثلا اوكسا، وبتكتب ازا، وبتكتب ثايا، في اخر كل ده ايه. قال لك الاي دي لو جه بعدها حرف متحرك زي الاي اللي هو الحرف الساكن، الاي والاو والاي والاي اللي هم الفويل ليتر اللي احنا خدناهم في الانجليزي. قال لك بتحذف، بتحذف. ناخد مثال معلش، ناخد مثال. خلي بالك انا بكتب لك الكلام ده قدامك ليه؟ ما انا ممكن كنت قلته. قال لك بكتبه لك عشان حضرتك لازما تكتبه ورايا. ماشي. تمام. انا عندي مثلا وليكن انا عندي مثلا عندي المركب ده مثلا في او هنا وفي النايه. البريفكس بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ اكتب الاو الاول ولا الان الاول؟ قال لك يا باشا انا هكتب لك الحته دي كمان شويه، المهم بكتب الاو الاول، فبقول الاو الاول. تمام. فاكتب ايه بقى؟ فاكتب اوكسا
اذا، المفروض تبقى كده. تمام تمام. قال لك دلوقتي لو الاي دي بتاعت الاوكسا جه بعدها ايه حرف ساكن اهو، فبقوم عامل ايه؟ بقوم لاغي الايه بتاعت الاوكسا دي، فبكتبها ايه؟ اوكس اذا. تمام تمام. يعني انا حذفت الايه بتاعت مين؟ بتاع الاوكسا. تمام تمام. كلام جميل يا دكتور. انا دلوقتي لغايه دلوقتي انا معاك الحمد لله، ايه معاك كده. رسمت لي البريفكس، قلت لي ان هي انديكيت لمين يا حبيبي؟ للنمبر، لنوع الايه الهيتيرو اتوم اللي معايا. وقلت لي كمان يا دكتور ان انت لنوع الهيتيرو اتوم، ودي كتبت لي الجدول بتاعي والحمد لله. تمام. واديتني القاعده بتاعت الايه الاوكسا. بيقول لك هنا بقى، بيقول لك ايه بقى؟ في قاعده مهمه جدا. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك if there is more than one hetero atom. بيقول لك لو انت عندك اكتر من هيتيرو اتوم في الايه في المركب بتاعك، تعمل ايه بقى؟ تدي مين الاول؟ قال لك يا باشا لو هم سيميلر يعني زي بعض، او لو هم ديفرنت مختلفين. تمام تمام. قال لك يا باشا لو هم سيميلر قال لك بتستخدم ايه بقى؟ قال لك استخدم داي وتراي وايه وتترا. تمام تمام قوي. يعني مثلا لو عندي 2 ان، مثلا لو عندي 2 ان في المركب، هكتب ايه بقى؟ هكتب داي اذا. لو عندي 2 مثلا 2 اس في المركب، هكتب ايه؟ هكتب داي ثايا. تمام تمام. طب لو هما ديفرنت بقى يا عم الحاج، قال لك يا باشا لو ديفرنت استخدم بقى يوز ذا اوردر الاو قبل الاس قبل الان. تمام تمام. يعني مثلا في المركب لو جالي ان واو، اكتب ايه؟ قال لك لو تكتب ايه بقى؟ تكتب اوكس اذا. وخلي بالك احنا ايه، مسحنا الايه بتاعت الاوكس عشان بعدها حرف متحرك. تمام. طب تمام. طب لو جالي ان مثلا مع او مع اس، اكتب ايه بقى؟ اكتب اوكسا صيازة. تمام تمام. تقول لي يا دكتور طب انت حطيت الايه بتاعت الاوكسا ليه؟ قلت لك يا حبيبي عشان بعدها ايه؟ بعدها تي. لكن الايه بتاعت الثايا مسحتها عشان بعدها ايه؟ بعدها ايه. تمام تمام. كده الحمد لله اقول لك ان احنا خلصنا اول حاجه في مين؟ في الاستاذ فايدمان، اللي هو مين؟ اللي هو البريفكس. تمام تمام. يا رب تكون الموضوع سهل معاك. يبقى انا خلصت الايه دلوقتي؟ البريفكس بتاعتي. تمام كده؟ تمام قوي. نخش على مين؟ نخش على الحاجه الثانيه، الا وهي السفكس. الا وهي ايه؟ السفكس. تعالى يا عم. اول حاجه يا دكتور تقول لي في السفكس هي بتindicate لي ايه؟ يبقى ايه السفكس؟ تمام. السفكس دي يا حبيبي indicate لي كام حاجه؟ لايه؟ 1 2 3. يبقى بعرف منها 3 حاجات. تمام تمام. اول حاجه تعرف منها الرينج سايز. تمام تمام قوي. تاني حاجه تعرف منها presence or absence of nitrogen. تمام تمام. تالت حاجة بتقول لك ان انت عندك المركب بتاعك بيكون saturated or none. تمام تمام. جميل جدا يا دكتور. يبقى انا دلوقتي يا دكتور البريفكس، كلمة البريفكس اللي هتبقى عندي دي هعرف منها 3 حاجات. هعرف منها يا ترى الرينج سايز قد ايه، يعني المركب بتاعي رباعي ولا خماسي ولا سداسي ولا سباعي. يا ترى المركب فيه نيتروجين ولا ما فيهوش. يا ترى المركب فيه نيتروجين ساتيوريتد ولا ما فيهوش، ولا هو ايه انساتيوريتد. تمام تمام. ازاي بقى يا دكتور؟ قال لك يا باشا دلوقتي انت عملت لي يا دكتور من شويه جدول لمين؟ للبريفكس. فبعد اذنك يا دكتور دلوقتي اعمل لي جدول للسفكس. تمام تمام. قال لك جدول السفكس بيكون صعب شويه. يعني ايه بيكون صعب شويه؟ تعال اقول لك بيكون ازاي، عامل ازاي. قال لك يا باشا الجدول بتاع البريفك بتاع السفكس بيبقى معمول كالتالي. بيبقى معمول كده اهو، بيبقى راجل كبير كده قوي اهو. تعال نعمله مع بعض. بتقسمه كام تقسيمه كده؟ ادي اول تقسيم الرينج سايز. تمام تمام.
بعد كده قلت لك لو انت عندك ان او ما عندكش ايه، او نو، او ما عندكش. تمام تمام. بتروح بقى تقسم لي اللي هو الان ده، الان دي ممكن تكون ساتيوريشن، او المركب بيكون ان ساتيوريشن. تمام. نفس الكلام هنا برضو، ممكن يكون ساتيوريشن وممكن يكون ان ساتيوريشن. ما انا لسه قايل لك من شويه يا حبيبي ان السفكس بتدل على الايه، بتدل على المركب. يديني 3 معلومات، اما المركب هل المركب الرينج سايز بتاعته، هل المركب فيه نيتروجين ولا ما فيهوش. طب لو فيه يكون ساتيوريتد ولا ان ساتيوريتد، طب لو ما فيهوش هيكون ساتيوريتد ولا ان ساتيوريتد. تمام تمام. قال لك عندك الرينج سايز بتاعتك هتكون قد كام مثلا؟ قال لك اما تكون 5، عندك 3 اقل رينج سايز 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 او ايه، او 10. تمام تمام. او 10 تبقى تحت معلش بقى. يبقى ممكن نرفع الايه، نرفع معلش بس الايه الشويه ده هما 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. تمام تمام. قال لك يا باشا دلوقتي انت عندك هتكتب حاجات كتير، فهيبقى كومبليكيتد عليك طبعا وصعب ومش عارف ايه. انا دلوقتي هقوم اعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي يا باشا هديك شويه حاجات كويسه. ايه هي شويه الحاجات الكويسه؟ تعالى يا عم. قبل ما نخش على الجدول الجميل اللي فوق ده يا دكتور، قال لك يا باشا انا عايزك تحفظ لي الرينج سايز. يعني مثلا لو انا عندي الرينج سايز بتاعتي كده، هنقوم ايه راسمين رينج سايز لوحدها كده. لو انا عندي مثلا لو انا عندي 3 او 4 و5 و6 و7 و8، لو انا عندي الرينج سايز ب3، لو انا عندي الرينج سايز 3 يعني 3 ممبر، اقول عليها ايه؟ طب لو 4 اقول عليها ايه؟ طب لو 5 بقول عليها ايه؟ طب لو 6 بقول عليها ايه؟ طب لو 7 بقول عليها ايه؟ طب لا لحظة، ال 7 مش تبقى 7 هتبقى ايه؟ قال لك 7 بتبقى طب لو 8 هتبقى طب لو 9 هتبقى طب لو 10 هتبقى تمام تمام. تعرف تقول لي بقى يا دكتور طب ايه الكلام اللي انت بتقولي لي بقى يا دكتور ده؟ بص يا عم، هو المفروض فاكر انت الهيتيرو اتوم هو بيجيب لك الكلام ده ليه؟ بيقول لك علشان تنسى الكلام بتاع مين؟ بتاع اللي هو مس اس بروب بيوت والكلام ده. لا غلط، انسى الكلام ده خالص. احنا مش في الهيتيرو، احنا فين دلوقتي؟ احنا في حاجه تانية اسمها الهيتيرو سايكل. تمام. فهو جايب لك كلمه دي جايه منين مثلا؟ 3 دي جايه منين؟ مش انت عندك 3 يعني تراي يعني 3. تمام. فهو جاب الاي دي مكان الايه؟ الار، فخلاها ادي اول حاجه. طب تمام. طب يا دكتور الاربعه دي جايه منين؟ مش انت عندك الاربعه بتساوي تترا يعني 4، فهو خد الاي والتي فسمى لك تمام. نعمل في الازرق احسن. تمام تمام. طب يا دكتور 5 متفقين عليها، قول وايه و6 ان ماشي. تمام. طب 8 يا دكتور دي جت منين؟ قال لك 7 دي جايه منين؟ مش انت عندك هبتان جه خد الايه؟ الاب دي. تمام تمام يا عم. طب يا دكتور دلوقتي 8 مش 8 كان اصلها اوكتان هو خد الاوك. تمام تمام. طب يا دكتور 10 دي كان اصلها ايه؟ 9، مش انت عندك 9 باللي هناك كان اسمها ايه؟ نون فهو خد الاو ان، ودي كان اصلها ايه؟ ديك فخد الايه؟ الاي والسي. تمام كده؟ تمام كده يا باشا؟ تمام يا عم. يبقى انا كده يا دكتور علشان اخش اعرف رينج سايز احفظهم بقى زي ما بقول لك كده، اول ان اب اوك اون بالظبط كده. وال وان واب واوك واون بالظبط كده لازم تحفظهم. معلش يبقى 3 4 5 اول 6 ان 7 اب 8 اوك 9 اون 10 10
تمام. يبقى لازم يتحفظوا كده زي ما بقول لك، زي ما انت كنت بتحفظ ميس اس برو بيوت بنت الكلام ده، فتحفظ كده ار ات قول ان اب اوك اون اك. تمام تمام يا عم. يبقى انا كده عرفت مين الرينج سايز بتاعي. ماشي الكلام ماشي الكلام. تعالى بقى يا دكتور، انا كده بعد ما عرفت الرينج سايز الحمد لله ولله الحمد كده ربنا وفقني للرينج سايز، تعالى بقى املى لي الجدول بتاع مين بتاع السفكس اللي انت ايه سبته لي مشيت. تمام تمام. بص يا عم الجدول ده يا دكتور هل هحفظه كله؟ لا مش هتحفظه كله. امال ايه بقى؟ قال لك الجدول ده له مفتاح. ايه المفتاح بتاعه يا دكتور؟ قال لك انا هقول لك دلوقتي ايه هو المفتاح بتاعي دلوقتي. تعال المفتاح بتاعك التالي يا باشا. المفتاح بتاعي هيكون الخمسة والستة. انت هتحفظ بس معلش اتنين، خمسة والستة. تمام تمام. هتحفظهم ازاي بقى؟ الخمسة دلوقتي لو انا عندي، خلينا في الايه في الخمسة. لو انت عندك رينج سايز، الرينج اللي عندك خمسة وهي ايه وفيها نيتروجين و معلش خليها ايه هنا خلي دي معلش عشان تحفظها ساتوريشن، وامسح دي كده، ودي ايه خليها ساتوريشن. دي نفس الكلام برضو خليها ساتوريشن، ودي ايه ودي ساتوريشن. تمام تمام. يبقى انا دلوقتي لو عندي الرينج خمسة والرينج ستة، معلش انت هتحفظ بس الخمسة والستة بس، هو ده المفتاح بتاعهم، وبعد كده ايه انا هحفظك كل الباقي. الخمسة الانساتوريشن فيها اللي هي فيها ان وفيها انساتوريشن بسميها اول. تمام تمام. طب يا دكتور لو فيها ان وساتوريشن بسميها اوليدين. بسميها اوليدين. طب تمام. طب لو ان وفي ان وانسات، لو فيها ان ما فيهاش ان قصدي وانساتوريشن بسميها اول. طب تمام. طب لو فيها ساتوريشن وما فيهاش ان بسميها اولان. يبقى انا لما اقول لك كده ال 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 الخمسه تقول لي ايه؟ تقول لي كده يا دكتور قول اوليدين قول اولان، قول اوليدين قول اولان، قول اوليدين قول اولان. يبقى بس انت تكون عارف بقى ان انت عندك الرينج قول انت حافظ الايه اسمه ايه؟ قول معايا حافظ الجدول ده. انت خلاص حافظ الجدول، فتقولي كده قول اوليدين قول اولان، قول اوليدين قول اولان، قول اوليدين قول اولان، فانت حافظه. تمام. طب تمام. يبقى انا عندي الخمسه قول اولين قول اوليدين قول اولان، قول اوليدين قول اولان. يبقى لما اقول لك يا دكتور انا عندي الرينج سايز خمسه، الان ساتوريشن تقول لي قول اوليدين قول اولان، يبقى كده تبقى يا دكتور ايه اوليدين. طب قول قول اوليدين قول اولان، قول اوليدين قول اولان. تمام كده. طب تمام كده حافظت الخمسه يا دكتور. معلش روح على السته. الستة يا باشا لو هي فيها ان وان ساتوريشن، لو فيها ان وان ساتوريشن بسميها ايه؟ بسميها ايه؟ طب تمام. طب يا دكتور دلوقتي لو الان دي لو الستة دي فيها ان وساتوريشن بسميها ايه؟ بسميها بير هيدرو. خلي بالك البير هيدرو دي مش في السفكس، بس انا هقول لك الايه البير هيدرو دي لما نيجي نسمي ان شاء الله. تمام تمام. طب يا دكتور دلوقتي الستة لو هي ما فيهاش ان بس انساتوريشن بسميها ايه؟ بسميها ان. طب يا دكتور هل فرقت الاي عن الاي دي؟ ما دلوقتي لو فيها ان انساتوريشن بس فيها اي فرقت. فيدمان هنا بيفرق بالحرف، الحرف هنا له معنى. تمام. طب تمام. طب لو ما فيهاش يا دكتور ان وفيها ايه وفيها ما فيهاش ان وساتوريشن بسميها ايه؟ بسميها ايه؟ حلو قوي. بس يا دكتور انا حفظت كده الحمد لله الخامس والسادس. الخامس بيقول ايه؟ ان بيرهيدرو ان تاني. السادس بيقول ايه؟ ان بيرهيدرو ان. يبقى انا عندي السادس يا دكتور انا خلاص حفظته ان بيرهيدرو ان. اما الخامس قول اوليدين قول اولان، قول اوليدين قول اولان، قول اوليدين قول اولان. السادس ان بيرهيدرو ان. طب تمام تمام. قال لك اللي فوق الخمسه زي الخمسه واللي تحت الستة زي الستة. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ مش انا قلت لك من شويه ان السبعه دي كنت بقول عليها ايه؟ الرينج سايز بتاعها ايه؟ كان اب يا دكتور. قلت لي كان اب. طب تمام. يبقى انا قلت لي انت لسه قايل لي طولة القاعده اللي تحت الستة زي الستة واللي فوق الخمسه زي الخمسه. حلو قوي. اللي فوق الخمسه زي الخمسه واللي تحت الستة زي الستة. فالسبعه كانت اب، فسميها ايه؟ ايبين. بيرهيدرو
ابن ابان. تمام تمام. نفس الكلام التمانية كنت ايه؟ كانت ايه؟ اوك. كانت ايه؟ كانت اوك، فهسميها نفس الكلام برضو. ها اوكي اوكن، اسميها اوكن برهيدرو. ها اوكن ها اوكان. تمام تمام. بس يا دكتور معلش، يا دي مش اسمها ايه؟ مش اسمها اوكن، السي بعدها اي، فبس زي ايه؟ زي سيتي، فبسميها ايه؟ اوسين برهيدرو اوسين. ها اوسان. تمام تمام. يبقى تاني، يبقى دي اسمها ايه؟ اوسين برهيدرو اوسين اوسان. تمام تمام قوي. التسعة نفس الكلام، التسعة كان اسمها ايه؟ اون. التسعة كان اسمها يا حبيبي، كان اسمها اون، كان اسمها اون. تمام. التسعة كان اسمها اون. ماشي. يبقى ايه؟ ها اونين برهيدرو اونين اونان. ونفس الكلام الايه؟ العشرة. تمام تمام. يبقى انا كده يا دكتور لما انا عرفت الستة اللي هي الان برهيدرو ان ان، خلاص عرفت كل الايه اللي تحتها زي بعض، زيها بالظبط. طب اللي قلت لي يا دكتور اللي فوق الخمسة زي بعض، يبقى قول الخمسة كانت ايه؟ قول اوليدين قول اولان، قول اوليدين قول اولان، قول اوليدين قول اولان. انا عايزك كده وانت قاعد قول اوليدين قول اولان، قول اوليدين قول اولان. تمام تمام. الاربعة كان الرينج سايز بتاعها كان ايه يا دكتور؟ انت لسه محفظوني من شويه، كان اسمه ات. كان اسمه ايه؟ كان اسمه ات. فهسميه بالظبط زيه بالظبط، اسمه ايه؟ ها ات اتيدين اتيدين ات ها ايتان. تمام تمام. يبقى ات اتيدين ات ايتان. تمام. التلاتة بقى فيها شاذة، في حاجة شاذة بس. تمام. ايه الحاجة الشاذة؟ التلاتة كانت ايه؟ ار. فهنا هتبقى ار، هتبقى كده اهي ار هتبقى كده اريدين 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 ايرين ايرين ايران ايران. تمام تمام. يبقى انا دلوقتي يا دكتور الحمد لله ولله الحمد كده عرفت هحفظ الخمسه والسته. الخمسه كانت سهله، قول اوليدين قول اولان، قول اوليدين قول اولان، قول اوليدين قول اولان. السته ان برهيدرو ان برهيدرو ان اللي بعدهم بقى سهله. السبعه يا دكتور انت قلت لي كان اسمها اب، فتبقى ايبين برهيدرو ابان. خلاص. الثمانيه كان اسمها ايه؟ كان اوك اوسين برهيدرو اوسن اوكان. خلاص. التسعه كانت اون، يبقى ايه؟ اونين برهيدرو اونين اونان. خلاص. طب التسعه كانت اسمها، العشره كانت اسمها ايه؟ اك. يبقى اكين او يبقى تبقى ايه؟ ها اسين برهيدرو اسن اوسان او اوكان. تمام تمام. او اكين. تمام تمام كده الحمد لله. الخمسه كان اسمها قول اوليدين قول اولان، اللي فوقها زيها، يبقى ايه؟ هتبقى اتيدين اتيدان اتيدين يعني يبقى اسمها ايه؟ اتيدين ايتان اتيدين ايتان. الثلاثه كان اسمها يا دكتور كانت بس الار بقى هتختلف شويه، معلش ما تحطش اي، يبقى ايريدين ايرين ايران. تمام تمام. معلش نكتب ايه الثلاثه تحت شويه عشان ايه ما تكونش ايه كونفيوزد عليكم، ما عرفتش ايه اكتبها لك فوق هنا كده. يبقى الثلاثه معلش الرينج سايز بتاع الثلاثه كانت ايه؟ قول لي كده. يبقى هتبقى ايه؟ ايريدين ايريدين ايرين ايران ايريدين ايه؟ ايران. تمام كده تمام كده الحمد لله ولله الحمد ولله الحمد يعني ولله الحمد. خلصنا السفكس، خلصنا ايه؟ السفكس. يبقى انا كده خدت مين؟ خدت البريفكس وخدت مين؟ وخدت السفكس. اديتك جدول للبريفكس واديتك جدول لمين؟ واديتك جدول للسفكس. فاضل لنا مين؟ فاضل لنا النمبرنج فقط يا باشا، ايه؟ ونكون خلصنا الدرس. النمبرنج فقط ونكون ايه؟ خلصنا الدرس. النمبرنج بقى بيقول ايه بقى؟
تعالى يا باشا اديك قاعده، انا معودك على طول ان انا بديك قواعد. تمام. القاعده بتاعتك يا دكتور بتقول ايه بقى؟ قال لك القاعده بتاعتك ان انت هتعمل كده اهو. اكتب لي يا دكتور القاعده بعد اذنك. النمبرنج. تمام تمام. القاعده بتقول ايه يا دكتور؟ قال لك يا باشا القاعده بتقول انك هتدي give the hetero atom give the hetero atom number give the hetero atom number 1. give the hetero atom ايه؟ نمبر 1. يعني لو عندك مثلا في المركب كده مثلا، عندك كده مثلا، فهتيجي ترقم منين؟ هتيجي تبدا الترقيم منين؟ هتبدا من عند مين؟ هتدي رقم واحد لمين؟ للهيتيرو اتوم. تمام. طب تمام. يبقى انا دلوقتي عندي قلت لك ان انت هتدي ايه للهيتيرو اتوم؟ نمبر 1. حلو قوي الكلام ده. طب يا دكتور دلوقتي انا لو عندي مثلا عندي اتنين اتوم مثلا، عندي او واس ومش عارف ايه، ابدا من عند مين؟ قال لك لو عندك بقى مختلفين، عندك اكتر من هيتيرو اتوم، مور ذان هيتيرو اتوم، هتدي النمبر ايه اكوردنج تو مين؟ للبريوريتي. الاو ابدا من عند الاو الاول، بعد كده الاس، بعد كده الايه، بعد كده الان. تمام. طب تمام قوي. يبقى انا كده قلت لك لو انت عندك مثلا اهو، بص اهو، عندك ان هنا مثلا، وعندك او هنا مثلا، هتبدا منين؟ تبدا من هنا ولا تبدا من هنا؟ لا يا باشا ابدا من عند الاو. يبقى دي او 1 2 3 4. حلو قوي الكلام ده. كده انا خلصت الايه؟ القاعده الاولانيه. كانت بتقول ايه؟ القاعده الاولانيه كانت بتقول جيف هيتيرو اتوم نمبر 1. قال لك لو انت عندك مور ذان هيتيرو اتوم اديني البريورتي لكل مين؟ تكون للاو، بعدها الاس، بعدها الايه؟ الان. حلو قوي الكلام ده. خلصنا يا دكتور اول قاعده. نخش على تاني قاعده، وعشان نقفل الحصه النهارده والحصه الجايه تكون ايه؟ تكون امثله. تمام تمام. تعالى يا عم، الحصه النهارده بتقول ايه بقى؟ قال لك نمبر، بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك نمبر the ring to give lowest numbering to. اول حاجه بالترتيب يا شباب، بالترتيب. تمام. اول حاجه هتدي مين؟ للاذر اتوم. بعد كده هتدي لمين؟ بعد كده تدي للهيدروجينيتد اتوم. بعد كده تدي لمين؟ للسبستيتيوشن. تمام. يبقى بيقول لك دلوقتي انا عندي دلوقتي مثلا وليكن الايه، عندنا المعلم ده مثلا هنا كده اهو، عندي ان، وعندي اس هنا. تمام. وعندي مثلا اس هنا. حلو. ابدا ترقيم بمين؟ ابدا ترقيم يا دكتور اس هنا مثلا، وعندي دي دبل بوند طبعا، ماشي، ودي دبل بوند هنا اهي دبل بوند اهي، ودي كده ايه، ودي ايه، اتشايه كده. تمام. قال لك يا دكتور هنا بقى، هنا في الحته دي ابدا ترقيم من عند مين؟ قلت لك ابدا يا باشا ترقيم من عند الاس، البريورتي عندها، يبقى ابدا ترقيم من عند الاس. تمام. ابدا ترقيم منين؟ من عند الاس. كلام جميل. يبقى ادي الاس رقم 1. امشي كده ولا امشي كده؟ اكمل الترقيم كده ولا كده؟ قال لك لا، ادي لويست نمبر، اقل رقم للهيتيرو اتوم، للاذر هيتيرو اتوم. طب تمام. فين اذر هيتيرو اتوم يا عم؟ اهي بعدها هنا. يبقى تبدا كده الترقيم 1 2 3، 1 2 3 4، بعد كده 4، بعد كده 5. طب تمام قوي. طب يا دكتور مثلا، ولا وانا عندي مثلا المثال ده اهو، المثال ده، امسح يا عم ده كده، امسح ده كده، اديني مثال يا دكتور بعد اذنك. انا عندي المثال ده مثلا، ده
عندك ال N هنا مثلا، وعندك مجموعة CH3، عندك مجموعة ميثايل، وعندك هنا ديت كده ودي كده، وايه تاني بقى؟ لا مش هتنفع كده. عندك دي كده، لا بالراحة مش هتنفع كده. لا استنى، اصبر لحظة كده. انا اشيل مجموعة الميثايل من هنا خالص. انا عايز ايه؟ اديني دي كده، دي كده اعملها كده، ودي كده، وادي دي مجموعة ميثايل CH3 اهي. تمام كده، تمام اوي، حلو اوي كده، ماشي. انا عندي دلوقتي يا باشا، لا ما انا كده لو مشيت كده هديها كده. لا بص اصبر، ما علينا، هنبقى ايه ناخدها في الامثله يعني، مش مشكله، هنبقى ناخدها في الامثله. المهم يعني انا عايز اثبت لك حاجه. الهيدروجينيتد ايه؟ الهيدروجينيتد كربون. ايه الهيدروجينيتد كربون؟ فاكر ان انا لما قلت لك ده اسمه ايه؟ ده كده اسمه ايه؟ ده هو ده اسمه ايه؟ بايريدين. بايريدين، تمام تمام. وكنت رسمت لك المره اللي فاتت ده وقلت لك ايه؟ ده اسمه ايه كده؟ او ده اسمه ايه كان؟ او ده هو اسم علي ده، هات كده، ادي، او ده هو اسمه ايه برضو؟ بايريدين، صح؟ صح. بس قلت لك يا حبيبي ان انت عندك البايريدين ده عنده اتش هنا وعنده اتش هنا، فاعمل ايه؟ فبكتب ايه بقى؟ كنت بكتب لك اسمه ده، اسمه هيدرو بايريدين، يعني الكربونه دي دي هيدروجينيتد، وعندك دي هيدروجينيتد اهي. فكنت بكتب ايه؟ فكنت بكتب واحد اتنين تلاتة اربعة، واحد واربعة داي هيدرو بايريدين، صح كده؟ صح كده. بيقول لك بقى انت لو عندك في المثال بتاعك، المثال الجميل بتاعك، المثال الجميل بتاعك، لو عندك مثلا، تعالى نشتغل على المثال ده، خلينا على المثال بتاع الايه؟ البايريدين ده، ماشي. المثال ده بيقول ايه بقى؟ تعالى كده يا باشا. لو انت عندك مثلا في الحته دي كده، الحته دي بالظبط، الحته دي كده، عندك مجموعه ميثايل هنا CH3، حلو قوي. عندك مجموعه ميثايل هنا، ماشي ماشي. او خلي الهيدروجينيتد ده اهو، خلي الهيدروجينيتد ده فين؟ في الحته دي بالظبط. معلش يا شباب، انا مش محضر البتاع كمان يعني، الامثله كمان. يعني شيل مجموعه الميثايل دي وحطها في الحته دي كده، مجموعه الميثايل في CH3، ماشي تمام. حط لي هنا كده يا باشا ايه؟ دبل بوند هنا جميله. حط لي هنا دبل بوند كمان. حط لي مجموعه ميثايل هنا كمان. وحط لي يا باشا هنا ايه؟ اتشاي بقى، دي هنا اتشين كده، دي معلهاش دبل بوند. لما اجي ابدا الترقيم بقى، ابدا الترقيم ازاي بقى ان شاء الله كده؟ ها، انا قلت لك تبدا بايه؟ تدي النمبر رقم واحد لمين؟ للنيتروجين اهو، رقم واحد. هتلف كده ولا تلف كده؟ قال لك يا باشا انا اديتك 3 قواعد تلف ازاي. تدي بعد كده اللويست نمبر لمين؟ ده اول حاجه كنت بقول لك ايه؟ كنت بقول لك تديها لمين؟ للهيتيرو اتوم. طب ما فيش هيتيرو اتوم، اديها للهيدروجينيتد بعدها. طب لو ما فيش هيدروجينيتد، اديها للايه؟ السبستيوشن بعدها. دلوقتي يا دكتور فين الهيدروجينيتد؟ الهيدروجينيتد اهي. فاديها رقم، اقل رقم، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. فده الترقيم الصحيح. ما تروحش ترقم لي الترقيم ده، ما تروحش ترقم لي الترقيم ده، ما تديهاش ايه؟ الترقيم ده كده. ما تقولش واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، غلط. لازم تدي للهيدروجينيتد اقل رقم. تمام تمام. بعد كده تدي السبستيوشن. تمام تمام كده، تمام كده. كده الحمد لله خلصنا هذه الايه؟ المحاضره. ان شاء الله باذن الله المحاضره الجايه هتكون عباره عن اسمها ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن شويه، هنجيب الداتا بتاعت حضرتك. انا ما رضيتش افتح الداتا ليه برضو خلي بالك، انا ما رضيتش افتح الداتا عشان الداتا كومبليكيت وصعبه شويه، فهتوه مني. هنا انا جبت لك القواعد كلها، احفظ القواعد دي وخلاص. الحصه الجايه ان شاء الله هتكون عباره عن ايه؟ هتكون عباره عن هفتح الداتا بتاعتك اجيبها كلها، وبعد كده ان شاء الله باذن الله الحصه دي اللي ان شاء الله بكره يعني
تمام. وهنحل بقى شويه ايه في الحصه يعني ان شاء الله. تمام. تمام. خذ العلم وعلمه للناس، فالله قال ليحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوه، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.